السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبنا بقى النعناع الاخضر الجميل ده، بنمشي بقى في السوق كده بنروح على ريحته، بنشم الريحة فين ونقول يا ترى الريحة الجميلة دي جاية منين، ونروح على طول عشان نشتريه. مفيد جدا وجميل جدا وبيبقى موجود، بنحطه على الشاي، بنغليه لو حد عنده مغص، لو اي حاجة جميل. احنا عاملين رجيم بقى، فجبنا دقيق الشوفان علشان نعمل مع بعض العيش بالشوفان. عيش الشوفان يا جماعة، بصوا السعرات الحرارية قليلة جدا، وفيه زنك وبوتاسيوم وبروتينات، وبصوا كله فيتامينات. طبعا ده مفيد جدا للناس اللي بتخس. مش هنحرم نفسنا وكمان هناكل حاجات مش صحية او حاجات بسيطة، لا احنا هنجيب الحاجات المفيدة اللي يعني تعوض قلة الاكل اللي احنا يعني بقينا نقلله. فهنشوف حاجات تانية بقى، ايه بدايل مفيدة وتكون حلوة وتكون برضو يعني مش غالية قوي. هنجيب هنا بقى الصينية بتاعتنا، هنفضي نص الكمية. انا بصراحة اول مرة اعمل دقيق الشوفان، وانا شايفه ان هو زيه زي اي عيش. انا عملت قبل كده العيش الشامي وعملت العيش البلدي عادي، والحمد لله كانوا كويسين قوي. العيش اللي هو برد. اول مره بقى اعمل دقيق الشوفان اعمله عيش وهنجربه مع بعض. بصوا هو هيطلع مش عاطفي قوي شكله، لكن طعمه والله كان جميل قوي، مكانش فيه اي حاجه. هندفي بقى شويه ميه هنا علشان نحطها على الدقيق. هنحط شويه ملح صغيرين خالص، مره ودي التانية مرتين. هنجيب بقى الميه اهي دفيت يا دوب، بصوا انك تحطي فيها ايدك، يعني ما تبقاش سخنه قوي ولا ساقعه قوي. هنحط بقى حبه بحبه كده ونقلب، مش هنحط طبعا كميه كبيره وبعدين يعني نلاقي الميه اكتر من الدقيق ويتعجن، لا هنحط حبه بحبه لحد ما يتلم معانا. اول ما يتلم معانا، وبصوا هو ابتدى يتلم اهو، بس برضو هنبقى نزود شوية مية، شوية بشوية صغيرة لحد ما يبقى عجينة. بصوا هو طبعا مش هيبقى زي الدقيق الزيرو او الدقيق التاني البلدي، هو دوت دقيق شوفان، فمش هيبقى برضو القوام بتاعه زي الدقيق الزيرو كده، مش هيبقى معانا زي العيش طبعا، ومش زي اي حاجة بتتعمل معجنات زي البيتزا والكلام ده. لا دوت هيبقى برضو يعني كتله كده، مش اللي هي مرتاحة سبحان الله زي اللي هو الدقيق الزيرو دوت. دقيق شوفان هتلاقوا اللي هو بصوا القوام، هو صعب حتى في عجنه، يعني هو تقيل قوي، بيبقى تقيل كده في انك بتضغطي جامد. هنلم بقى العجينة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا هنلمها هي كده خلاص، ده القوام المطلوب، انها تتمسك تتلم في الايد كده ما تلزقش. هي كده اتلمت اهي، بصوا قوامها حلو جدا. هنقطع بقى منها قطع صغيرة على قد الرغيف اهي، قطعة، ادي التانية، تالت قطعة. هنحاول ايه يعني نخلي القطع كلها قد بعض. طبعا انا مش عندي الميزان الصغير عشان اوزن مثلا كل قطعة قد ايه واخليهم قد بعض بالظبط، فمش مستاهلة يعني، واحنا مش بنبيع، احنا بنعمل لنفسنا، بنعمل في البيت، فيبقى الحاجة كده ايه يعني تقريبا كده نعملهم ان هم قد بعض. دي اخر قطعة تقريبا، هيبقى نص الكمية دي، هو ده حوالي نص كيلو، النص يعني حوالي ربع كيلو، ده يعمل لي 5 ترغيفة. هنجيب بقى هنا الجريل ده المنقذ بتاعي يعني بعمل عليه كل حاجة، حواوشي، عيش سوري، شاورما سوري، بأمر العيش كده. هنرش بقى شوية دقيق كده عشان نعرف نفرد. بصوا هو هيبقى ايه، يعني بيشقق من على الحروف كده، يعني هو طبعا مش هيبقى زي الدقيق الزيرو، عشان ايه يعني لو عملته لقيته شقق من على الحرف كده كده مش باظ، هو كده، هو دقيق الشوفان كده، مش بيبقى زي دقيق الزيرو. بس هنحط بقى فوقيه وتحتيه دقيق كده عشان نعرف نفرد وما يلزقش مننا في الرخامة. بعد بقى ما الجريل ده فيه، هنحط بقى ال الرغيف اللي احنا فردناه، هنحطه ونوطي العين عليه خالص اقل حاجة، يعني هنحط عادي العين الكبيرة دي بس هنوطي اقل حاجة، وهنفرد بقى في الرغيف التاني. بس هو شكله والله مش عاطفي، بس طعمه كان حلو قوي، وكان طعمه قريب قوي من العيش الشامي بصراحة، كان خفيف جدا جدا والله. انا عاملاه ليا علشان يعني مش هاكل نشويات خالص، ولا هاكل مكرونات ولا رز ولا اي حاجه، فانا قلت هعمله لان انا بحب اغمس بالعيش.
هنعمل النهارده مكرونه وكبده مع بعض، وهتشوفوهم برضو في باقي الفيديو، هنشوفهم في باقي الفيديو. فانا بحب اغمس الكبده بالعيش، يعني اي حاجه بحب اغمسها بالعيش، يعني دي مأساتي اصلا، مش بخس عشان كده، مش باكل رز كتير، مش باكل مكرونه كتير، بس المشكله بتاعتي في العيش، باكل عيش كتير جدا. بصوا هو ابتدى يعني ينقط النقط الحمراء دي، معنى كده انه بيستوي، كده هو استوى. طبعا العيش ده مش بيتنفخ او اي حاجه، مش بيفقفق او اي حاجه، هي دي بتبقى زي رقائق كده، اسمه رقائق الشوفان، يعني بيبقى زي العيش كده، بس هو كشكل انا ما ظبطتوش قوي، انما هو نفس الطعم اللي بيتجاب من بره، على فكره هو بيتباع بره بس برضو غالي، فاحنا ممكن نعمله في البيت. وحتى لو جبنا الشوفان خشن عادي وطحناه هيبقى دقيق شوفان، بس برضو مش هيبقى ناعم قوي زي اللي احنا هنجيبه من بره، يعني هيبقى برضو في حبيبات، حاجة بسيطة. بصوا 5 رغيفة، بصوا والله طعمه حلو قوي قوي. ده اخر رغيف، نحطهم بقى على جنب وهنغطيهم عشان ما ينشفش. جبنا بقى المية هنا غليت، حطينا فيها شوية ملح، حطينا المكرونة، ونحط شوية زيت علشان ما تلزقش في بعض. طبعا هنا الاولاد بقى عمالين يا ماما نحط معاكي، يا ماما نعمل معاكي، يا ماما هنساعدك، بس هما للاسف مش بيساعدوني، هما بيبهدلوا، بس يلا مش مشكله، بسيبهم بقى يجربوا وبيتبسطوا معايا وبيعملوا معايا اي حاجه كده، وطبعا ببقى واقفه معاهم علشان ما ينفعش السن ده يقف جنب الولعه او جنب اي ميه مغليه، انا بخاف عليهم جدا بصراحه، انا حاسه ان ده حاجه عيب فيا، انا نفسي اسيبهم يعملوا كل حاجه ويتعلموا ويغلطوا ويعملوا عشان يتعلموا، بس انا بخاف بصراحه عليهم من البوتاجاز ومن الحاجات دي. هنا بقى المكرونه خلصت اتسلقت، وانا صفيتها وغسلتها. احط بقى شويه زيت وقرن فلفل و4 فصوص توم عشان نعمل بقى الصلصه بتاعه المكرونه. حطينا بقى البهارات، فلفل اسمر، بهارات مشكله، ملح، واحدة مكعب مرقة دجاج، وسبناها تتسبك. هنجيب بقى نحضر الكبدة، حطينا طبق اهو، حطينا فيه شوية زيت، هنسيبه يسخن، مش هيسخن قوي برضو ولا يبقى بارد، وهننزل فيه بالكبدة على طول وهو سخن، يعني ما يبقاش الزيت برضو بارد، الكبدة تنزل تتفتفت او تتهري او تنزل دم، لا هيبقى الزيت برضو سخن بس مش سخن اللي هو محروق. هنقلب بقى كويس قوي بسرعة كده علشان يعني الكبدة يطولها كل السخونية بتاعة الطبق، علشان يعني ما تنزلش دم. دي كبدة عجالي يا جماعة بس حلوة قوي. هنسيبها بقى تتلسع كده علشان برضو ما نقعدش نقلب فتنزل ميتها، يعني في نفس الوقت الطبق سخن، نقلب كويس بحيث ان الكبدة كلها يطولها الولعة فما تنزلش ايه دم. لا اول ما نلاقي الكبده كلها طالتها الولعه وطالتها السخونيه بتاعه الطبق، هنهدى بقى شويه بالمعلقه علشان الكبده ما تنزلش ميه. قطعت بقى قرن فلفل حامي كده حلو، ونزلت بيه برضو نشوحه معاها. قطعت برضو الطماطميه دي كده شرايح، وهنزل عليها كل ده النار عاليه علشان ما فيش حاجة تبقى النار واطية، احط الخضار او اي حاجة تنزل مية او تنزل العصارة بتاعتها، فانا مش عايزة كده، انا مش عايزة الكبدة تنشف. هنقلبها بقى كويس قوي، احنا حطينا شوية ملح، شوية بهارات مشكلة، شوية فلفل اسمر، بس كده. بصوا الكبدة هي لسه دي الحتة دي كانت كبيرة ما استوتش قوي من جوه، هنسيبها شوية. هنقلب بقى تاني كده، في ناس بتحط عليها ليمون، في ناس بتحط حاجات تانية، بس انا بحبها كده، بتبقى بسيطة وسهلة وحلوة ومحتفظة بطعمها، وبرده ما سيبهاش تنشف، يعني هي بصوا كده طرية جدا جميلة قوي. هي كده استوت، انا فتحت واحدة تانية اهي كانت كده استوت. هقلبها تقليبة كمان بس علشان الطماطم تدبل شوية، وهروح طافية عليها. جبت بقى هنا طبق تاني، حطيت رغيف تحت من رغيف الشوفان بتاعي، وهطلع عليه الكبدة، اصفيها كده كويس من الزيت، اطلع بقى الكبدة عليه كده،
شغل مطاعم يعني. انا بحب العيش فبروح عامله اي عيش عشان اغمس بيه، عشان انا مش هاكل مكرونه معاهم، فهاكل بالعيش طبعا ما هيبقى عيش شوفان. وغطيتها بالرغيف التاني كده. الطماطم كده اتسبكت وبقت جميله قوي. هنجيب بقى المكرونه اللي احنا سلقناها وهي شغاله على الولعه كده. هنجيب المكرونه يعني مش نطفي وبعدين نحط المكرونه، لا وهي شغاله على البوتاجاز هنحط. علشان ايه؟ نشمعها مع المكرونه، نشمعها على البوتاجاز مع المكرونه، ما تبقاش صيصه والمكرونه فيها صيصه وفيها ميه او كده، لا هتبقى بصوا متماسكه ومحتفظه بلونها والطماطم تمسك في القوطه. علشان تشمع بقى على البوتاجاز كده مع الطماطم وتمسك في المكرونه، ما تبقاش صيصه وواقعه يعني بعيد عنها، ما تبقاش المكرونه في ناحيه والصلصه نازله منها او طريه او سايله، لا. بصوا مسكت بقى خلاص، القوام بتاعها حلو قوي. وهنطفي بقى عليها كده، هنغرف بقى خلاص المكرونه بتاعتنا. طبعا المكرونه دي كميه بسيطه علشان الاولاد بس اللي بياكلوا نشويات ومكرونه، احنا ما بقيناش ناكل من النشويات خالص، فالكميه دي للاولاد بس. احنا بقى هناكل بعيش الشوفان. دي الكبده اهي بصوا، روعه روعه، كان طعمها تحفه تحفه. طبعا دي انا كنت حاطه عليها فلفل، انما دي عملتها كده ساده خالص عشان الاطفال، الفلفل كان حامي، عملت لهم دي كده ساده عشان ياكلوها. السلام عليكم.